بص هقول لك مش زي المغرب، مش لعيبه زي المغرب. انتوا عندكم محترفين كتير جدا لعبوا ضدنا، فريق قوي جدا بقاله 4 سنين. الفرقه دي بقالها شهرين عشان تبقى عارف، مش شهرين. المعسكر الاول كان في شهر 9، وده المعسكر الثاني 9 ايام و9 ايام، لعبنا ماتشين ودول ماتشين. فيعني احنا لسه في البدايات كتيم يعني، خد بالك. غير المغرب اللي بقى لهم 4 سنين جايبين المحترفين اللي بيلعبوا في مصر كلهم، وهم لعيبه على مستوى عالي جدا. فبالتالي كان ماتش قوي وماتش، والنتيجه كانت ممكن تخلص بالتعادل. اخر دقيقتين جه هدفين، فيعني مش مشكله، بنتعلم من اخطائنا، عندنا اخطاء بنتعلم منها. واعتقد ان احنا الى حد كبير تداركنا بعض الاخطاء ديت في المباراه بتاعتنا. مهتمين جدا بان احنا نلعب مع الفرق القوية على مستوى الوطن العربي، المغرب، الجزائر، تونس، البحرين. يعني هي ديت المباريات اللي احنا عملناها، والهدف منها ان احنا بنستعد بشكل جيد، وفي نفس الوقت بنكتشف الاخطاء اللي ممكن نصححها في المستقبل من خلال المعسكرات ومن خلال الماتشات اللي جايه باذن الله. مباراه جيده لعبناها بشكل جيد، فيها اداء جماعي، فيها 4 اهداف ملعوبه. اعتقد ان الفريق المصري يستحق الشكر والتقدير يعني. لا، المغرب احنا بنحبها بغض النظر عن اي حاجه، البلد دي احنا بنحبها جدا. بنحب ناسها، بنحب كل حاجه موجوده هنا. بلدكم جميله جدا، نظيفه جدا، ضيافه على اعلى مستوى. احنا بنشكركم تماما يعني. هقول لك على حاجه، احنا مش بنفكر في حاجه، احنا بنقول ان في شخصيه اسمها فوزي لقشع بيعمل خطه. وليد الرجراجي بيروح يشوف ما هو جديد. مدرسته مدرسه برشلونه، صح، نفس المدرسه دي. بعمل ايه؟ انت مش هتشوف منتخب بتاع رابع كاس عالم، بقى منتخب الرجراجي، بقى شيبو، بقى منتخب الاولمبي، المنتخب اللي هيلعب بكره. انت محتار الاربعه، وفي محليين. المحليين مين؟ بن طايق وبن شرقي وازارو، نفس اللعيبه اللي احنا عارفينها. بتتكلم في حاجه ثانيه انت كلمتني فيها يا عمرو، موضوع ان احسن لعيب في العالم دلوقتي كباك رايت حكيمي، اشرف حكيمي. مين الراجل بتاعه؟ احسن باك رايت في مصر، احسن باك رايت في افريقيا، الشيبي. فانت هتلاقي هل الشيبي بيقول لك انا رايح عشان اعمل تمثيل مشلف استنى يتعور؟ لا، ده الناس بتشد لا، وبتشتغل. ده انا بزيد عشان لما تجي لي امسك فيه. بس مثلا الرجراكي عمل اداء حلو جدا في كاس العالم، بس اخفق في الكان. بص، اصل انت كمان لله مش هيعمل كل حاجه. انت في ناس، ما فليك عمل كل حاجه. انا قصدي اقول اما بيكسر الدنيا في برشلونه وفجاه بيخسر 5. ايه ده اللي كان كسبان لسه 8. لكل مشوار عشان توصل لهدف في الاخر محتاج ترسم الخط وما يحصلش اخفاق فيحصل تغيير وهدم. لا بص يا محمد، لازم بقى نقول الخط اللي احنا ماشيين عليه هو خط مضيء. احنا عندنا في مصر جزء مضيء وبعدين مظلم، يمشي مضيء. طب ليه مش مضيء على طول؟ انا بقى عايز اقول لك ايه، انت بتعمل خطه طويله المدى، بتقول فيها ايه؟ بتقول فيها ان انا بقلل السلبيات اللي قالها علاء، بعلق قيمتي من الايجابيات. يبقى تبقى الخطه بتاعتي ايه؟ خطه طويله مدى يطلعها خطه مصغره مرنه قابله للحذف والاضافه. تضيف فيها ايه هو جديد بنجاحات بامور بناءه، وتستبعد ما هو سلبي اللي بيهد. يعني هو على كلام على المغرب، فاحنا بنتكلم دلوقتي مع بعض على هوا منتخب المغرب للشباب في كاس العالم بيلعب مع امريكا في ربع النهائي، كسبان كام؟ 5. وكان يعني كسبان اسبانيا تقريبا في 5. كسبان 3-1. لا، وكان كسبان اسبانيا في الدقيقه دلوقتي 90 وكسب اسبانيا وكسب البرازيل، ما هو ده اللي عايز اكلمك عليه، وخرج اليابان، التخطيط على وموجود في فكره ربع النهائي، هيكسب يروح نصف نهائي، ممكن على فكره يفوز بالبطوله. هسألك سؤال، اي حد فينا كان بيتكلم على مين في منتخب المغرب اللي شفناهم في رابع كاس عالم؟ انت كنت تعرف أناحي؟ لا طبعا. قال لك مدرسه برشلونه، قعد 3 سنين وبيشتغل في كاس العالم، نسبه 98% باص ايجابي، نسبه الميس باص 2%. تكوينه الجسماني ما تفكرش فيه، ما تلعبوش مع الناشئين. هل ده وليد صدفه؟ على فكره ده تخطيط، هو تخطيط بشكل كبير، بشكل كويس. احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ طب نبدا منين؟ هنبدا منين؟ هنعمل خطه، نبدا كده منين؟ لا، نبدا من الناشئين ومنتخبات الناشئين بتاعتك. انت البنيه التحتيه بتاعتك مش سليمه. بس برافو عليك، انت النهارده بنيت اساس كويس، واساس الى حد ما دلوقتي انت بتشتغل بطول منتخب مصر يبقى كويس في كاس العالم. لا، انا عايز ولاد صغيرين. انت بتتكلم دلوقتي قوام المنتخب كله سن كبير،
هات لي اللعيبه الكبيره كلها اللي موجوده. بس عايز النبي علاء اقول كلمه عشان بس الناس ما تفهمش غلط. انا بدافع انا بدافع يا محمد في الحته دي عن علاء اللي هي ايه؟ بلاش الناس تفهم احنا ما بنتكلم عن الناشئين ان احنا بنخبط في اسماء كانت موجوده. لا خالص بالعكس، كلهم زمايلنا وحبايبنا. احنا بنتكلم تخطيط نجاحات. هقول لك على حاجه، وليد الرجراجي بقاله سنتين 4 سنين بيسافر يشوف اللعيبه المغربيه المجنسه في اوروبا يجيبها. عارف جايب كام لعيب؟ على مسؤوليتي 85 لعيب على مستوى قطاع الناشئين والدرجه الاولى. لا في الاول فيهم 5. انا بكلمك بقى في الصغيرين. هتفرق معاه بقى بعد كده في التخطيط. انت بتكلمني بقى 5 من قوام فرقه. علاء لسه بيقول لك دلوقتي ما عامله انهيار لمنتخب مصر. 5 انت بتتكلم في 5 لو ليبرو وحارس واثنين نص ملعب وفيرود فرقه. هي دي الفرقه. ماشي. احنا دلوقتي كابتن علاء، انا بحترم وجهات نظر كل المدربين، لانه في النهايه المدرب يعرف اكتر في الكوره من اللي ما مارسش التدريب، كامل الاحترام. لكن الحقيقه اذا كان عدم وصول المنتخب المصري من المجموعه للدور الثاني من كاس العالم للشباب تحت 20 سنه لا يعد فشلا في هذه المجموعه، وانت بتلاعب مدارس في الكوره قليله ما هياش كبيره، فانا مش قادر اعرف ان وصول المغرب مليون مبروك لنصف نهائي كاس العالم بعد الفوز على امريكا ب3 اهداف مقابل هدف منذ دقائق قليله ممكن يتسمى ايه؟ دي واحده. الثانيه مش عارف اذا كان مفهوم ان انت تشيل لعيبه للادوار الصعبه هي حاجه يفهمها كل المدربين، فليه المنتخب اللي قدامنا على الشاشه ده ما شالش 2-3 لعيبه كبار للمباريات اللي زي دي؟ يعني بصينا على التشكيل وتشكيل المباريات الاولى قدام البرازيل وقدام اسبانيا وقدام المكسيك، مباراه امريكا، نفس المجموعه تقريبا اللي بتشتغل، نفس المجموعه المؤثره هي اللي موجوده يعني. فمليون مبروك للمنتخب المغربي صراحه، وشيء طبعا مفرح مبهج جدا لينا كعرب وصول المغرب لنصف النهائي، لكن محزن لينا كمصريين ان منتخبنا يقال هذا الكلام بعد خروجه. يعني انا اسف لو وصفت الكلام بانه غير لائق ولا يليق ابدا بالمنتخب المصري، وغير مناسب ابدا ان احنا نكون بنشارك في حدث بهذه القيمه، حدث دولي بهذه الصوره، وتصدر حتى التصريحات بهذه السرعه. انا كان عندي تحفظ حتى على الظهور بهذه السرعه، ثم الكلام نفسه كلام يعني غير مقبول ولا يليق ابدا بمنتخب ساهم في تاسيس الاتحاد الافريقي، او هو مؤسس الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري لكره القدم. وفي نفس الوقت بنبارك جدا للمنتخب المغربي اللي بيشرف القاره الافريقيه وبيكرس افضليته على الساحه مش بس بقى الافريقيه، على الساحه العالميه. النهارده اسم المنتخبات او لاعبي كره القدم المغاربه خلاص بقى اسم عالمي بشكل واضح جدا. الثقه تنتقل ما بين الاجيال، من منتخب اول وصل الى رابع العالم، اطاح باسبانيا، اطاح ببلجيكا، اطاح بالبرتغال، الى المنتخب الاولمبي اللي تألق في اولمبياد باريس، وصل الى المركز الثالث وحقق ميداليه برونزيه تاريخيه. الان منتخب الشباب يصل الى الدور نصف النهائي، وانت بتتفرج على المباريات تشعر ان هذا المنتخب قادر عادي جدا انه يفوز بكاس العالم، انه يعمل زي غانا ما عملت في مصر في 2009 لما فازت بكاس العالم للشباب وكانت البطوله في مصر، ويصبح ثاني منتخب افريقي يتوج بكاس العالم للشباب. تحيه كبيره من هنا. ومن الناحيه الاخرى في طبعا احباط ان منتخبنا للشباب ظهر بهذا الشكل ضد منتخبات مش مرتفعه المستوى، والاسوأ من كده ان المدرب يكون مش مقدر فوارق المستوى ما بين دوله زي اليابان ودوله زي نيوزيلندا. اعتقد ده شيء غير لائق ابدا يعني. وهي النقطه كمان ان المدير الفني للمنتخب المغربي بعد مباراه اسبانيا اعتقد اتكلم مع موقع الفيفا بعد نهايه الماتش. محمد وهبي ده مساعد يانيك فيريرا بالمناسبه، اللي ما يعرفش مساعد يانيك فيريرا في التجربه في بلجيكا وراح معاه السعوديه. فقال احنا كسبنا اسبانيا النهارده، بس انا مش رايح للبرازيل علشان العب على التعادل. ده الموضوع، رغم ان الفوز على اسبانيا كان ممكن يضخم جدا انه طبعا اعظم قاعده ناشئين على مستوى العالم واعظم لعيبه على مستوى العالم لكن الفوز على اسبانيا معبر زي ما انت قلت. المساله منتاليتي ومساله حاجات كتير.